السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم طريقة السابليه، طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله تعجبكم. وتقدري كمان تعمليها، وطرق التشكيل متنوعة. هقولك برضو على كذا طريقة للتشكيل. ان شاء الله تستفيدي منها ويعجبك الفيديو. اول حاجة السابليه الامباستو بتاعه سهل قوي، مفيهوش اي تعقيدات. معانا 550 جرام من الزبدة، يعني نص كيلو، حوالي عليه معلقتين كمان. ومعايا 250 جرام من السكر البودر، ومعايا كيلو دقيق هحط عليه رشة ملح، وعايزة استخدم في الوصفة دي كمان بيضتين يكون عليهم فانيليا، ومعلقة خل كبيرة. بس يبقى هنا هبدأ هنزل بالزبدة. قلت 550 جرام من الزبدة، هنزل عليهم بربع كيلو سكر اللي هو 250 جرام من السكر، واضرب الكلام ده حوالي 3 دقايق، مش اكتر من 3 دقايق. هنزل بالسكر على الزبدة، وهشغل دلوقتي عليها، هسيبها بس 3 دقايق تتضرب مع بعضها، بحيث ان الزبدة تختلط وتمتزج معايا جدا مع السكر. يعني الزبدة والسكر يختلطوا ببعض كويس ويبقى ناعمين معايا. بعد كده هنزل بالبيض، بيضة بيضة. مجرد ما تختفي البيضة الأولانية اروح نازلة بالبيضة التانية على طول. هنزل بالتانية دلوقتي. السابليه من الحاجات الجميلة جدا في تشكيلها، كمان بتبقى شكلها مبهج قوي. ومن الحاجات اللي احنا طول السنة، حتى لو مش في العيد ولا اي حاجة ودخلنا محل حلواني وشفناها، بنبقى دايما عايزين نشتريها، لانها من الحاجات اللي شكلا حلوة، شكلها شيك قوي، وكمان طعمها بيبقى حلو والاولاد بيحبوها. فان شاء الله تعمليها النهاردة وتطلع معاكي الوصفة سهلة وسريعة وتجربيها بإذن الله. هنزل بالدقيق برضو بالتدريج. ولو عايزة اعمل، انا هعمل الكمية كلها فانيلا، مش هعمل فيها الشوكليت. لو عايزة تقسمي الكمية دي وتعملي كمية تانية بالدارك شوكليت، او تعمليها لونها لونها يعني غامق، ويبقى عندك نص ابيض ونص شوكليت، تقدري تضيفي معلقة سمنة او معلقه زبده، تسيحيها وتنزلي عليها بمعلقتين كاكاو امارة. وبعدين تاخدي نص كميه الامباستو دي، وتروحي عجنها فيها، يبقى معاكي كميه ابيض وكميه شوكولاته. بس انا الصراحه استخدمت الكميه كلها، عملتها ابيض، وما حبيتش اعملها بالشوكولاته الفوندنتي، لان انا لسه هزينها بشوكولاته. فما حبيتش يبقى شوكولاته الامباستو كمان غامق، وانا عايزه يبقى يبان فيها التشكيل. فدي حاجة ترجع لك. عايزة تعملي كده سهلة قوي، تاخدي معلقة زبدة كبيرة، تنزلي عليها معلقتين كاكاو امارة، وتنزلي عليها بنص العجينة دي، وتعجنيها فيها لغاية ما يبقى معاكي نص فاتح ونص غامق. دلوقتي انا هنا فرد العجينة سهل جدا، ما فيهوش اي حاجة. بتحطي ورقة زبدة وتنزلي عليها بالعجين حتة صغيرة، طبعا مش هتاخديها كلها، وتحطي عليها كيس عشان تفرد معاكي وما تلزقش. وهتفرديها وتقطعيها بالقطاعات. انا جبت قطاعات كتيرة اشكال مختلفة، تقدري تجيبي الاشكال اللي انت بتحبيها من عند مستلزمات الحلواني. وهنا بالنسبة لنا هنا في ايطاليا موجودة في السوبر ميركاتو، وفي كمان في محلات التشينيزي بيبيعوها. جبت قطاعات اشكال مختلفة، قلب ومربع ومثلث ووردة ودايرة، شكل زجزاج. جبت اشكال كتيرة، عملت بقى ايه اشكال متنوعة منها. وكمان استخدمت كيس الحلواني وعملت بيه وردات صغيرة. بس يعني الصراحة الأشكال كمان كانت أحلى، فما كملتش بالكيس الحلواني قوي، كملت الأشكال أكتر. طلعت معايا الكمية دي اللهم بارك، عملت كمية كبيرة، كيلو دي عمل كمية كبيرة. ولسه كمان لما هيتشكل هيبقى معايا كمية أكبر من كده، لأن احنا لسه هنستخدم دارك شوكليت وايت شوكليت في التشكيل. استخدمت دارك شوكليت تركيز 50%. لو جبتي 70% هيبقى أماره قوي ومر معاكي. فلو انتي هنا تستخدمي 50%. ولزقت بإيه؟ لزقت بصوص الكراميل، جبت صوص كراميل لزقت بيه. وبعض والحبة التانيين لزقتهم بالشوكليت، يعني مش كله لزقته بصوص الكراميل، حبة كده وحبة بالشوكليت. ما استخدمتش مربى. لو عايزة تستخدمي مربى تلزقي بيها براحتك، بس أنا الصراحة
مش باحب ألزق بمربى، لإن المربى بتطري معايا، يعني في الأول بتبقى معاكِ ناشفة وحلوة وكل حاجة، بعد كام يوم بتبدأ تطرى معاكِ، تيجي تاكلي واحدة السابليه تحسيها طريت معاكِ من المربى. وتاني حاجة أنا الصراحة مش باحب طعم مربى المشمش أوي في السابليه، باحبه يبقى من جوّه شوكولاتة أو كراميل أو أي طعم تاني، وحتى الأولاد كمان عندي بيحبوا كده. فلزقت حبّة بالwhite chocolate وحبّة بالdark chocolate وحبّة بالكراميل. التزويق بقى ده حاجة ترجع لِك، طلّعي الفنان اللي جواكِ، تقدري بقى زي ما أنتِ شايفاني كده أنا عملت إيه، لزقت 2 على بعض وبعدين غطستها في الشوكولاتة، وبعد كده زوّقتها. أنا جايبة اللي هو الخرز اللي هو الsilver ده، اللي هو زي الملبس الصغير، وجايبة فارماسيه، وطحنت مكسرات وحطيت جوز هند وكمان جِبت الورد اللي هو بيبقى معمول بعجينة السُكّر. بعد ما باغطّسها في الشوكولاتة، واحدة أعملها بالفارماسيه، وواحدة أحطّها في الwhite chocolate وبعدين في الجوز الهند بتطلع طعمها زي الرافاييلو بالضبط. واحدة تانية أغطّسها في الdark chocolate وأحطّها في المكسرات، تطلع معاكِ بقى روعة، روعة. واحدة مثلًا أحط لها الوردة، يعني زيّنت وشكّلت على حسب الشكل مثلًا اللي يعجبني أو اللي أحس إن هو إيه، مميز مثلًا في الوردة، في القلب، كل واحدة عملتها بشكل مختلف. وكمان عملت الشكل الرخامي، الشكل الرخامي من أسهل من الأشكال اللي ممكن تعمليها ويطلع معاكِ شكله روعة أوي. بتجيبي الwhite chocolate بتسيبيها زي ما هي، بتاخدي عليها معلقة من الdark chocolate تنزلي بيها على الوش وتقلّبيها كده بخلة السنان أو بالstox cadente وتنزلي عليها بواحدة تغطّسيها فيها تطلع معاكِ الشكل الرخامي. بتطلع بقى روعة، شكلها جميل جدًا. وكمان الأولاد بقى مش عايزة أقول لكم بقى، طبعًا حاجة زي كده الأولاد بيفرحوا بيها أو يحبّوا يفنّنوا، يحبّوا يطلّعوا الفنان اللي جواهم. طبعًا شاركوني وقعدوا كل واحد لأ أنا هاحط هنا حاجة يا ماما، لأ أنا هاعمل هنا حاجة يا ماما. فكان بصراحة حاجة حلوة إن الأولاد كمان تشاركِك وتفرح معاكِ تشتغل معاكِ وتساعدِك طبعًا. فمش هتلاقي الموضوع مُمِل ولا حاجة يعني، خصوصًا التشكيل ده الأولاد بيحبّوا الحاجات دي أوي. شاركوهم معاكم وخلّوهم يشتغلوا معاكم، وهتلاقوا نَفْسكم كده خلّصتوا الكمية كلّها بسرعة، وفي نَفْس الوقت الأولاد فرحانين وحاسين لأ أنا اللي عملت دي، لأ أنا اللي عملت دي، دي شكلها أحلى، دي شكلها يعني جو حلو كده. وكل سَنة وأنتم طيبين. عملت كمية كبيرة، التشكيل كمان كان روعة أوي، هاوريكِ في نهاية الفيديو. آآ طبعًا زي ما قُلت لِك شكِّلت بأشكال مختلفة، مش كل واحدة زي التانية. بس في الآخر الشكل العام كان جميل جدًا. لو عندِك كمان قوالب سيليكون تقدري تحطّي فيها الشوكولاتة وتعملي مثلًا الصابليه بالقطّاعة على قد القالب السيليكون وتسقّطيها فيها وتطلّعيها تطلع معاكِ الفورمة روعة. بُصّي عملت كمية اللهم بارك كبيرة جدًا وروعة وشكلها جامد أوي. لو عجبِك بقى الفيديو بُصّي باقول لِك الشكل الرخامي أهو اللي أنا قُلت لِك عليه. لو عجبِك الفيديو ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب ولايك وشير وسبسكرايب للقناة وبون أبيتي. والله، والله، والله التصوير ظالم الحقيقة، روعة. بُصّوا شكل الوردة، بُصّوا الشوكولاتة عاملة إزاي، قرّبت لكم من الكاميرا عشان تشوفوها. بون أبيتي.